السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في التحليل الأسبوعي للذهب. طبعا شفنا حركة الذهب ماشية، حركة الذهب احنا شايفين حتى بيكمل اللي احنا قلناه في طريقه لل 1822. هو كان وصل طبعا في خلال الأسبوع لل 1818، بس رفع تاني ووصل، قفل يوم الجمعة على 1843. لكن ده ما بيمنعش ان احنا لسه ما زلنا على رأينا ان هو لازم هيوصل، او هيكسر من وجهة نظرنا، يعني انه لازم هيكسر ال 1820 قبل نهاية الشهر ان شاء الله. كلمتين الاول عشان بس انا واحد من الناس اللي بحب احلل السوق الامريكي دايما. كان في ناس كتير فجأة مش عارفة ميعاد الفيدرالي الأمريكي اللي جاي إن شاء الله هيبقى يوم 23 أول يوم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. آه بس بحب استشف شوية حاجات كده من السوق الأمريكي، مهمة قوي شفناها خلال الأسبوعين اللي فاتوا. الناس اللي بتتكلم ان السوق الامريكي هيخش في ركود قريب، ده كلام انا بعتبره مش مظبوط، وليا انا شخصيا ليا دلائل على كده. واهم دليل على كده ان بيانات العمل الامريكيه وسوق العمل وضحت قوي ان سوق العمل الامريكي قوي، يعني في قوه جامده، ودي تعتبر قوه ضد الركود. يعني ما فيش سوق يبقى عنده قوه ان هو يضيف 500 الف وظيفه مره واحده في خلال فتره صغيره جدا، ان ده سوق جاهز انه يخش على الركود. طيب، برضو في عندي مؤشر تاني شفناه برضو الفترة اللي فاتت، اللي هي المدخرات الشخصية للأمريكان، ودي بتمثل من 5 ل 12% من استهلاك الأسرة. يعني هناك في أمريكا استهلاك الأسرة في منه دايما ما بين 5 ل 12% بيبقى مدخرات شخصية. وصلت في المتوسط 1.5 تريليون دولار. ده برضو من الحاجات اللي بتقول لي لا، يعني ده مش سوق، مش منظر سوق، لان ناس معاها فلوس ممكن تفضل متحركة شوية وتستحمل. فحكاية ان برضو ان خلال السنة ان احنا هنخش في ركود في السوق الامريكي، انا بتكلم عن السوق الامريكي، دي صعبة شوية. معدل الرهن العقاري في الامريكي ما زال اقل معدل ممكن خلال ال 30 سنه اللي فاتوا. مفيش قلق، يعني شفناه مثلا في 2008 في الازمه الاقتصاديه الكبرى والانهيار اللي حصل لسوق الرهن العقاري. لا، انا لسه معدل الرهن العقاري الامريكي لسه برضو في الحدود الامنه. عندي مؤشر تاني مهم قوي، ان في النشاط الاقتصادي يا اما بيبقى سلعي انتاجي يا اما بيبقى خدمي. في أمريكا بدأت أنشطة تتحول من السلعي إلى الخدمي، والخدمي بيبقى أقل تكلفة من السلعي. فده بيقلل خسائر الشركات، وبيديني طول نفس في معدلات النمو بالنسبة للاقتصادي. فدي برضو من المؤشر اللي لازم اخده في الاعتبار، ان انا كل ما بقلل تكلفتي يبقى بقلل خسايري، يبقى انا بقدر استمر في السوق اكتر. فده برضو مؤشر لازم يتحط في الاعتبار. من ده كله بستخلص نتيجة ان البنك الفيدرالي بقى عنده قوة أو قوة قلب جامدة إن هو يفضل مصمم على التشدد في سياسة التشدد بتاعته وارتفاعات الفوائد. وقد نرى ال5.5 وال5.75 بدأوا يتكلموا دلوقتي فعليا لل5.75 في الفايدة. وشفنا تصريحات الاستاذ محمد العريان طبعا الاخيره، اللي بيقول فيها ان حكايه ان امريكا عاوزه توصل الفايده الى اتنين، اسف، توصل التضخم ل 2%. ده صعب. فاحتمال اللي احنا منتظرينه كله ان الولايات المتحده تتجه الى ان يبقى معدل التضخم الثابت على المدى الطويل ما بين 3 ل 3.5%. وده بقى اللي هيبدأ يقلل عندي سياسة التشدد الأمريكية. وده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. دي كان تحليل بسيط عشان الكلام ده مهم قوي، ان انا اعرف سياسة التشدد دي هتستمر معايا، لان لو استمرت معايا يبقى انا معنى كده ان في معدلات فايدة كل اجتماع هتطلع، يبقى ده هيأثر على اسعار الذهب
في العالم. نبدأ بقى ان شاء الله دلوقتي مع بعض تحليل الشارت. والمرة دي انا ضايف شارت اليوم، انا كنت دايما بحلل الاسبوع والشهر، المرة دي هضيف شارت اليوم علشان ده في الفترة اللي جاية دي مهم شوية، نأكد فيه حكاية ال 1820، أو نأكد فيه عملية كسر ال 820. فيلا بينا بقى. نبدأ مع بعض تحليل الشارت اليومي. زي ما احنا شايفين كده حضرتكم طبعا المربع الأخضر اللي على اليمين خالص اللي جنب 1843. بدأ الشارت اليومي عندي، او بدأ الشارت اليومي في اخر يوم اللي هو يوم الجمعة، فتح على 1837. بعد كده وصل ل 1843 اعلى حاجة اللي اغلق عندها، واقل حاجة 1818. انا دخلت الشارت اليومي في التحليل المرة دي علشان ال 1818 عمل قاع تحت اهو، اللي هو ال 1818 زي ما احنا شايفين تحت 1818، وما قدرش، وراح رافع تاني لل 1843، ما قدرش يكمل، وكانت رافعه جامده مره واحده. معنى كده ان انا عندي عمليه مقاومه في الحته دي. لازم هيحاول ياخد اعلى شويه وبعد كده يبدا ينزل تاني لكسر هذه النقطه. لو خدنا بالنا في الصوره الثانيه اللي معانا، الخط الازرق اللي بالعرض ده واصل على الشمال، اخر ملمس مع الشمعه الحمراء. شايفين الشمعه الحمراء اللي على الشمال اللي هي ملمسه مع الخط الازرق، الشمعة الكبيرة اللي جنب الشمعة الخضراء، الاثنين الخضراء والحمراء اللي جنب بعض. الذنب بتاعها ده واصل عندي هنا، الشمعة دي كده واصلة عندي عند 1823 او 1823 او 24. فدي معناها ان هو بيحاول يكمل عشان يكسر زي الشمعة ديت ويقفل زي ما احنا بنقول على ال 1820. ده هل هنشوفها لغايه 28 فبراير. ده اللي احنا بنحاول نشرحه ونحاول ناكده يعني. كده احنا خلصنا التحليل بتاع اليومي. نكمل بقى التحليل ان شاء الله الاسبوعي وبعد كده الشهري. نبدأ مع بعض بقى تحليل الشارت الأسبوعي. طبعا احنا كده شايفين حضراتكم الصورة، الشمعة الحمراء ديت فتحت الشارت على 1865 واغلق على 1843، وصل معايا لل 1871، وكنا قلنا الكلام ده في التحليل بتاع الاسبوع اللي فات، وانخفض معايا لل 1818 اللي لسه متكلمين عنها في الشارت اليومي، واغلق على ال 1843. انا لما باجي احلل دلوقتي طبعا احنا كنا اتكلمنا التحليل اللي الاسبوع اللي فات واللي قبليه. عندي دلوقتي سعر الارتكاز اللي هو السعر اللي انا بقف عنده وببدا اشوف النقط اللي قبليه واللي بعديه علشان نبدا نشوف اتجاهاته ايه. فانا عندي سعر الارتكاز في دلوقتي على الشارت الاسبوعي 1869، وعندي نقط انا بدات اوصل لها او وصلت لها بمعنى اصح على الفيبوناتشي زي ما احنا شايفين 1854 1845 1831 تقريبا. وصلنا للنقط دي كلها في عمليه الهبوط. طيب المحاور الرئيسيه او اللي انا عاوز اركز على نقط معينه ديت احنا هنهتم بيها قوي في الاسبوع اللي جاي. ال 1875 دي نقطة مهمة جدا، لأن يعني احتمال أشوف ال 1875 واحتمال أشوف ال 1885. يعني أنا علشان
ياخد القوة الشرائية، القوة البيعية، ويبدأ ينزل تاني عشان محاولة الكسر لل 1818 اللي وصل لها وطلع من بعديها. يبقى انا عندي القناه السعريه اللي انا هتحرك عليها خلال الاسبوع ال 1800 لل 1880، دي القناه اللي انا هتحرك عليها في الاسبوع ده. وممكن كمان ال 1890. فدي الحركه اللي احنا هنحاول نوصل لها خلال الاسبوع. لكن انا عندي نقطة معينة جدا في الشارت الاسبوعي، وده اللي ممكن برضو خلال الشارت الاسبوعي لو اخدنا بالنا من الخط الازرق اللي بالعرض، ملمس على شمعة خضراء وشمعة حمراء عند ال 1785. ولو تفتكروا التحليل اللي فات قلنا ان ده هدف ممكن نوصل له، بس انا شايف ان هو صعب نوصل له قبل يوم 28، بس ممكن نوصل له خلال شهر مارس اللي جاي. ودي هيبقى كلامنا بقى ان شاء الله في التحليل اللي جاي بعد، ما يكونش، لا، التحليل اللي بعد اللي جاي لما يتقفل الشرط الشهري ان شاء الله. دي زي ما قلت لحضراتكم النقط المهمة بالنسبة لي. نرجع نقولها تاني: ال 1875 وال 1885، وممكن نشوف ال 1890، ومعايا لغاية ما اوصل في الانخفاضات لغاية ال 1800 1780. بس الأساسية عندي ال 1800، لأن في قوة شرائية جامدة قوي في ال 1800 دي، هتبقى صعب ان هو يخترقها من اول مرة. فيها قوة شرائية جامدة قوي. نكمل التحليل بتاع الشهري بتاعنا. نبدأ بقى في الشارت الشهري. طبعا الشارت الشهري بيبقاش فيه كلام كتير، بيتغيرش، لان هو بيبقى الشارت ده مستمر الشهر كله، ما بيبقاش فيه تغيرات في اللي بيتقال كل مرة الا قرب نهاية الشهر. يعني فاحنا دلوقتي وصلنا لقرب نهاية الشهر، وما زال ماشي معانا برضو في الكلام اللي احنا بنقوله. بنشوف ان كل اسبوع عن التاني بيقرب قوي لانه يقفل مع الشمعة الخضراء. يعني شايفين الشمعة الحمراء اللي هي على اقصى اليمين قربت خلاص انها تقفل مع الشمعة الخضراء اللي هي جنبيها على طول. ويعني احنا برضو ماشيين على اللي احنا قايلين عليه بالنسبة للشرط الشهري، ان احنا متوقعين ال 1800 انه يقفل ال 1800، اللي هي الاغلاق ال 1807، ال 1827 اللي بيقفلوا مع بعض، اللي هو سعر الفتح في الشمعة الخضراء. تمام. ويعديها. ولذلك احنا بنقول ان احنا شايفين ان احنا 1820 هي النقطة الفيصلية معايا لغاية يوم 28. هل هيكمل وينزل اكتر، ولا هيجي هيلم نفسه في الاخر وما يقفلش عليها او يقفل عليها؟ ده اللي هنشوفه يوم 28، اللي هنحدد بعديها الحركة في شهر مارس هتبقى عاملة ازاي. النقطة اللي بس اللي احب اضيفها في التحليل الشارت الشهري، ان احنا كده دلوقتي بقى عندنا نقطة ممكن نشوفها في نفس الشارت ده، اللي هي ال 1780 1770. ممكن، بس مش هيقفل عليها، ممكن يوصل لها ويصعد خلال الاسبوع، بس مش هيقفل عليها. القفل هيبقى على الكتير لو هيكمل معايا يا 1820 يا 1800 و 1810. هما دول النقطتين اللي اللي ممكن يقفل عليهم، ده اذا هيكمل الهبوط. فدي نقطة مهمة لازم برضو أكون حبيت أوضحها بالنسبة للشهري. بالنسبة للشهري برضو احنا عندنا نقطة اللي احنا قلنا عليها، لو هيكمل في شهر مارس الهبوطات بتاعته، يبقى أنا عندي نقطة ال 1778. دي نقطة بس عشان نبقى فاهمين، احنا دايما لما بنوصل لنقطة وبنقف عندها ونقفل الشهر، بيجي الشهر اللي بعديه نص الشهر تقريبا
او 10 ايام او 10 ايام من الشهر الاولانيين هيبدأ يصعد معايا، ويبدأ ينزل تاني لو هو راسم انه يكسر ال 1775. دي مش هنوضحها بقى الا بعد ما يقفل ان شاء الله يوم 28/2. كده احنا خلصنا كل الشارتات، تحليل الشارت كله، وهنبدأ نشوف توقعاتنا اللي احنا نقولها ان شاء الله. بعد ما خلصنا تحليل الشارترز، الشارت الديلي والشارت الويكلي والشارت المانثلي، ببدأ دلوقتي معاكم بقى نشوف التوقعات بتاعتنا. التوقع بتاعنا بالنسبة للقفل الشهري بقى، زي ما احنا ماشيين زي ما قلنا بالظبط، ان احنا بنهدف الى ان احنا نقفل على ال 1820 او ال 1810، وهنشوف في خلال الاسبوع التحرك بتاعي من ال 1800 لل 1875. دي القناة السعرية اللي انا هشتغل عليها في خلال الاسبوع، او الست ايام المتبقيين تداولا لغاية يوم 28. يعني نخلي بالنا من النقطتين دولت، ال 1800 وال 1875 او ال 1880. هي دي القناة السعرية اللي انا هشتغل عليها. ما زلنا نؤكد وان شاء الله باذن الله ان احنا هنشوف ان احنا متجهين الى ال 1800، الاغلاق على اقل من ال 1827 باذن الله. كده خلصنا بما يخص التحليل بالنسبه للذهب الدولي او السوق الذهب الدولي، وهنبدا معاكم بقى نشوف المحلي اخباره ايه. نبدأ في السوق المحلي. احنا الكلام مش هيتغير، يعني زي ما احنا بنقول هو خلاص الوضع فات، الوضع خلاص بقى ثابت، ان احنا ماشيين بنفس حركة الذهب العالمي، مع الوضع في الاعتبار الهامش ال 100 جنيه او ال 80 جنيه، 100 جنيه في الشراء وال 80 جنيه في البيع. علشان وكل مرة هنزل لكم المعادلة اللي احنا ماشيين عليها في التسعير. فطبعا مفيش كلام يتغير، بس عشان بس ما حدش يرجع يقول انت قلت. اللي بيفرق معايا سعر الدولار، انا بتكلم في حالة ثبات سعر الدولار في القرشين 3-5 اللي هو بيتحرك فيهم. لكن لو جت الاسعار اتغيرت لا طبعا الكلام الموضوع السعر المحلي هيتغير. تمام. فاحنا ماشيين بهذا بالمنوال اللي احنا ماشيين عليه من اول شهر فبراير، ان احنا ماشيين مع السعر العالمي، مع وضع ال 100 جنيه او ال 80 جنيه في حالة البيع او الشراء. كده انا انهيت تحليل الاسبوع الاسبوع ده، ومع بعض ان شاء الله نشوف الاسبوع اللي جاي. احب اكد تاني، وكل مرة باكد تاني، علم الغيب ما يعرفوش الا ربنا وحده. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده سواء انا او غيري كمحللين هي توقعات ممكن تتحمل او تحتمل الصواب والخطأ، لكن الاساس ان علم الغيب عند ربنا. محدش يزعل على فرصة بتضيع منه، محدش يزعل على خسارة، محدش يزعل على مكسب. الارزاق ربنا اللي بيحطها مش البني ادم. اهم حاجة ان حضرتك تبقى بتقوي علاقتك مع ربنا، بيحميك من اي خسائر ان شاء الله. الحاجة الاخيرة يا جماعة، ما تمشوش ورا كلام حد، حتى انا شخصيا. تمام. كل واحد يفكر، كل واحد يسمع واقرا وشوف، وخد قرارك بنفسك. انت اكتر واحد عارف ظروفك، عارف امكانياتك، عارف كل حاجة. لازم يبقى ليك رأيك، ولازم يبقى ليك قرارك اللي بتمشي عليه. تحياتي، ونتقابل ان شاء الله على خير بإذن الله.